تمثيلية أحمد وأمل عقوبات قانونية في انتظار عريس الدقهلية بعد واقعة الخطف المزيف. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء، هيا بنا لنتعرف على خبر اليوم. انتشر خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اختطاف عريس من أمام إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدقهلية، لكن تبين فيما بعد أن هذا الفيديو كان مجرد مشهد تمثيلي لزيادة عدد المشاهدات. يأتي ذلك فيما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن الدقهلية حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر لحظة اختطاف عريس الدقهلية من خارج قاعة أفراح، وتبين المشهد مفبرك. وكشف مصدر أمني عن مديرية أمن الدقهلية صحة المقطع، مبينا أن الواقعة عارية من عن الصحة تماما، لا يوجد محضر بشأن الواقعة. وأضاف المصدر أن مقطع الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك، مشيرا إلى أن العريس في الفيديو هو أحمد جمال، وهو يوتيوبر وله قناة على اليوتيوب اسمها جمهورية أحمد وأمل، وقام بتوصيل الفيديو كليب لجذب المشاهدات لخلال حفل زفافه على خطيبته. وقال أحمد جمال عريس الدقهلية صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر اختطاف عريس أثناء خروجه من قاعة الأفراح بمدينة طلخة بمحافظة الدقهلية إن الواقعة كانت تمثيلية ومسرحية لجذب المشاهدين ولا أكثر، معربا عن فزعة من الوضع. وأضاف عريس الدقهلية صاحب الكليب أنه تدرب على هذا الكليب لأسابيع حتى ظهر بشكل ملفت وجذاب للمشاهدين، ولم يكن يعلم أن ذلك سيسير مثل هذا الجدل ويتحول إلى نجاحا كبيرا، وهذا ما كان يأمل فيه. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اختطاف عريس الدقهلية من قبل مجموعة من الأشخاص يقودون سيارة أمام صالة أفراح بمدينة طلخة، ولاذوا بالفرار وسط حالة من الذعر بين الحاضرين. وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن كل من نشر بسوء نية بإحدى الطرق المذكورة أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا يقل عن ذلك 5000 جنيه ولا تجاوز 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنص المادة 80 على أن كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات بشأن ما قيل في الخبر، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.